قال لك الاهلي وكابتن طاهر قال لك بيراميدز، ده معناه ان الاهلي هيكسب سيراميكا وان بيراميدز هيفوز على الزمالك. لا، هو الزمالك والاهلي بجماهيرهم بيتفوقوا بنسبه مثلا 70 80%. حلو. بجماهيرهم بس. انما فنيا في الترتيب اقول لك بيراميدز، زمالك، سيراميكا، اهلي. في الفنيات. اسلام بيتكلم في نقطه مهمه، بس هو بيتكلم على حات ابوك. عايز ايه؟ فهمني بس اللي انت قلته ده. انا بتكلم على الترتيبه اللي انت رتبتها دي. هو حط الزمالك مجامله عشان بيحب الزمالك. لا لكن هو قال لي حاجه ثانيه. لا كسكوادات. قلت له احنا نخسر باللي احنا فيه ده، نخسر طبعا اللي احنا فيه نخسر. انما انا دلوقتي بتكلم على زي فاكر ماتش لما قلت الزمالك يكسب الاهلي سكور بالظبط. ما هي دي زيها. انا كنت بتكلم فنيا، مش ناس في مصر. هو حلو مش وحش، خلي بالك ان انت السوشيال ميديا تقعد تعمل جدل يعني. انما في الاخر انا بتكلم فنيا الاهلي الرابع فنيا. بالفرقه دي عايز اقول لك حاجه، اي فرقه هتهاجم النادي الاهلي وهتضغط عليه هتكسبه. كلنا مقتنعين. ايوه. طب انت ما هاجمتش عليه على النادي الاهلي وكسبته ليه؟ لا هاجمنا عليه وما كسبتوش. اول ربع ساعه وما كسبتوش. لا اول ربع ساعه يخسر الاهلي 3 صح؟ صح ولا غلط؟ معاك. الجون بتاعه ده اللي ضاع. بس ما حصلش. وبعدين سيبك من اللي حصلش عشان انت عندك مدرب امكانياته متواضعه، مدرب عمل تغييرات قلبت الجيم كله. فانت لما تيجي تقيم الاداء الفني بتاع الزمالك والاهلي تمام، هتلاقي ان الزمالك كان متفوق على الاقل في 15 20 دقيقه اللي يخسر فيها. ايوه بس الكوره مش 15 20 دقيقه. ايوه طبعا الكوره 90. ايوه طب انا قلت لك كده. لا انت طبعا كل واحد وجهه نظره، مش قصدي. لا انا طبعا كالعاده ايمن عبد العزيز برضه نفس الاجتهاد بتاعته او نفس التصريحات اللي ملهاش لازمه او اللي ملهاش عايزه. هو قال لك الاهلي ازاي بجمهوره يكسب 70% من الماتش قبل ما يبدا معاك، وقال لك الاهلي فنيا الرابع او هيطلع مركز رابع، لان بيراميدز وسيراميكا والزمالك اعلى منه. هنتكلم منطق، بيراميدز حاليا فنيا هو وسيراميكا احسن من الاهلي والزمالك معاك يا كابتن ايمن. بس انت تقنعني ازاي ان الزمالك احسن من الاهلي؟ سيبك من بيراميدز وسيراميكا بقى، تقنعني ازاي ان الزمالك احسن من الاهلي فنيا؟ تقنعني ازاي؟ تقول لي ماتش الاهلي والزمالك يخلص 3-0 للزمالك في اول ربع ساعه؟ يعني مش فاهم ايه المشكله. احنا ماتشات كتير كنا بنتعادل معاكم وكنا بنكسب 2-0 وكان في اول نص ساعه نكسب 6-0 مش 3-0. مجمل المباراه ايه يا كابتن ايمن؟ للاسف تصريحاتك دلوقتي الجمهور بياخدها على الضحك، ما بياخدهاش تصريحات حقيقيه، تصريحات جد. قبل كده برضه قلت كره القدم 10% تكتيك، وجيت قلت الزمالك هيكسب الاهلي سكور، والنهارده الاهلي فنيا الرابع. نصيحه مني بقى يا كابتن ايمن، نصيحه مني بجد، ما تتكلمش